السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. والاقتراح اللي جيت نحضر معكم وكيف كتلاحظوا غادي نحضروا مع بعض بسبوسه بحجم عائلي، كتجي رائعه ولذيذه بزاف. بمذاق اللي كيكون مميز. بالنسبه للمكونات ديالها بسيطه وسهله في التحضير، راه دغيا كتوجد. نخليكم تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. في واحد البول او اناء غادي نضيف 2 حبات ديال البيض، غنضيف ليهم كاس الا ربع ديال السكر. بالنسبه للحلاوه انا جاتني معتدله، الا كنتو بغيتو الحلاوه تجيكم شويه زايده كتضيفوا كاس يكون عامر. بالنسبه للعبار بالغرام راه غنخليه كيف دائما مكتوب في صندوق الوصف. غنضيف مبشور ديال حامض او الليمون، غنضيف ليهم رشه ملح، وعندي ملعقه صغيره ديال فاني بودر. صافي هنا غادي نخلط المكونات ديالي مزيان مع بعض غير بالخلاط اليدوي حتى كيذوب السكر وكينسجموا ليا العناصر مع بعض. صافي في هذه المرحله غنضيف كاس الا ربع ديال الزيت. بالنسبه للعبار كيف دائما كناخذوا بكاس ديال العنبه. صافي وغادي نحاول ندمج المكونات، يعني اي مكون ضفناه كنحاولوا ندخلوه مع باقي العناصر. فهاد المرحله غنضيف عصير ديال الليمون حامض. بالنسبه اكتفيت بحبه وحده ديال الحامض، وكيبقى على حسب واش فيه الماء او لا. صافي هنا مباشره غنضيف ليهم نصف لتر ديال اللبن. بالنسبه للبن كيعطي واحد اللذه وكيعطي واحد الهشاشه رائعه لهاد البسبوسه، كتجي خفيفه وهشيشه. صافي هنا مباشره غادي ندمج العناصر مزيان حتى كيندمجوا مع بعض. بالنسبه للنواشف غنضيف ربع كاس ديال الكوك، تقريبا واحد 2 ديال المعالق يكونوا كبار. وغنضيف 2 كؤوس ديال السميده رقيقه اللي كنحضروا بها الحرشه. صافي هنا غادي نضيف الكاس الاول وغادي ندمج العناصر مزيان حتى كيندمجوا، عاد كنضيف الكاس الثاني. بالنسبه للعبار كيف ما قلت بالغرام غتلقاوه مكتوب في صندوق الوصف. مباشرة غادي نضيف الكاس الثاني ديال السميده. صافي وغادي نخلط الكل جيدا. بالنسبه للخليط غادي يبقى لكم شويه خفيف، ما تنساوش ان السميده غادي تعاود تشرب، يعني ما تضيفوش اكثر من هذه الكميه. وكاخر مرحله غادي نضيف 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلوى، ما يعادل 16 غرام. صافي هنا من بعد ما ندمجوا كاع العناصر مباشره غادي نفرغ الخليط ديالي في مول اللي كنكون دهنته بالزبده ورشيته بالسميده. بالنسبه للخليط كيف كتلاحظوا غيبان لكم خفيف شويه. غادي نخليه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق على جنب حتى كيتشرب، يعني ما تدخلوهاش للفرن. تقريبا نخليوها واحد كيف قلت واحد 3 حتى ل5 ديال الدقائق حتى كتشرب لينا، عاد كندخلوها للفرن. في هذه الاثناء راني مشعله على الفرن وغادي نخليه حتى كيسخن. بالنسبه للتحضير ديال السيرو حضرته قبل من تحضير الخليط وخليته حتى برد. احتاجيت ليه كاسونس ديال الماء، نصف كاس ديال السكر، ومبشور ديال الحامضه، وعصير ديال واحد نصف حامضه. صافي وخليته غير كطلع فيه الغليه كنطفي عليه وكنخليه على جنب وكنصفيه مباشره. غادي نسقي به البسبوسه ديالي من بعد ما خرجتها من الفرن. ما خداتش ليا وقت اللي هو طويل، تقريبا بين 25 حتى ل 30 دقيقه كتكون واجده. كيف ما قلت كنشعليها النار غير من الاسفل، النار اللي كتكون مهيله حتى المتوسطه. صافي بالنسبه للسيرو خليته حتى برد مزيان. انا مباشره من بعد ما خرجتها غادي نسقيها وهي مازال سخونه. صافي انا من بعد ما تشربات لينا البسبوسه وخليتها هكا حتى دفات واحد شويه، غادي نزينها بالكوك او جوز الهند. والتزيين كيبقى اختياري، ممكن دهنوها هكا بالمربى وتزينوها برقائق ديال اللوز او الكاوكاو اللي كان متوفر عندكم.
صافي هنا بالنسبه يعني لضيق الوقت ما خليتهاش خدات حقها هكا حتى بردات مزيان او تشربات. غنحاول نقطعها معكم وتشوفوا الشكل ديالها من الداخل وتشوفوها كيف كتجي. كيف كتلاحظوا كنحصل عليها بهذه النتيجه، كتجي واحد البسبوسه اللي رائعه بزاف. بالنسبه ليا انا كيف قلت لضيق الوقت غادي نقدمها معكم وهي مازال سخونه. بالنسبه للبسبوسه قد ما بردات قد ما كتجي رائعه وكتجي هشيشه، كتشرب لينا مزيان داك السيرو وكتجي خفيفه اكثر. صافي هنا غادي نقطع معكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيف كتجينا هشيشه وخفيفه. كتجي واحد البسبوسه اللي رائعه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه، اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف على المتابعه وعلى الدعم ديالكم. الا كنتو جداد ما تنسوش تزوروا القناه وتعملوا لايك، تفعلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد ديالي ان شاء الله. شكرا بزاف على المتابعه، الى اللقاء مع فيديو او وصفه اخرى ان شاء الله.